الداتابيز اساس اي برنامج، وبالتالي انت اكيد اتعاملت معاها بشكل او باخر واستخدمت الاندكس، واللي اغلبنا ما يعرفش عنه حاجه لانه بيعتمد على ان الداتابيز بتطبقه بشكل اوتوماتيك بدون اي تدخل. واهميه الاندكس انه بيخلي عمليه البحث اسرع، ولكن استخدامه بشكل خاطئ او الاعتماد فقط على الاعدادات الافتراضيه بتاعه الداتابيز على اساس انها افضل شيء وانها هتقوم بالمهمه وتحدد احتياجاتك قد يؤدي الى نتيجه عكسيه حتى لو قاعده البيانات دي لسه حجمها صغير. وفي حكايه النهارده على كودكس لاين هنجاوب عن ليه استخدام الاندكس في الداتابيز يؤدي الى ضعف ادائها. أول مشكلة ممكن يسببها لك استخدام الاندكس بشكل خاطئ هي المساحة. الاندكس في الداتابيز بيستهلك مساحة إضافية علشان الداتابيز بتعمل نسخة من البيانات اللي في العمود اللي انت بتحط عليه الاندكس. عندي جدول فيه أكتر من 1,000,000 بيان لعدد من العملاء، وكل عميل عندي ليه اي دي مميز، وعشان أسرع من عملية البحث بالاي دي ده قمت حاطط على العمود اندكس، وعادة الداتابيز هي اللي بتحطه بشكل اوتوماتيك. المهم في الحالة دي الداتابيز بتقوم عامله ايه؟ بتقوم مرتبه البيانات اللي في العمود وبتعمل نسخه تانية من البيانات بعد ترتيبها، وبتضيف لكل بيان او صف بوينتر او مؤشر لمكانه في الجدول الاصلي، ولما بتعمل بحث بتقوم رايحه مدوره عليه في النسخه المترتبه، ولما بتلاقي المطلوب بتقوم مستخدمه البوينتر علشان تقدر توصل للبيان في الجدول الاصلي. ده في الغالب ان احنا عمرنا ما بنستخدم الاي دي بس في عمليه البحث، يعني ممكن ابقى بدور على شخص عن طريق اسمه او عنوانه، وبالتالي في الحالة دي محتاج استخدم نوع من انواع الاندكس بنسميه كومبوزيت اندكس، وده بيستهلك اضعاف الاندكس العادي لانه بيستهلك مساحة تساوي مجموع مساحة البيانات اللي في الاعمدة. ده بالاضافة ان ترتيب الاعمدة بيفرق في السرعة. وقبل ما نتكلم في السبب لازم نعرف ان الاندكس ده بيعتمد على طرق مختلفة في ترتيب البيانات بناء على نوع البيانات دي، واكتر الانواع اللي ممكن تقابلها مثلا لو نصوص طويلة زي الوصف او الديسكريبشن يبقى غالبا بنستخدم حاجه اسمها فول تكست، وبالمناسبه ده النوع الاكثر استخداما. ولو بدور على حاجه بالاي دي بتستخدم حاجه اسمها هاش اندكس. ولو بتدور على بيانات في عمود القيم اللي فيه متشابهه ومحدوده جدا مثلا ترو او فولس ساعتها بنستخدم بيت ماب وانواع تانية كتير، ولكن دول يعتبروا الاكثر استخداما. بالاضافه الى نوع اساسي هو البي تري، واللي بتترتب فيه البيانات بشكل هرمي او شكل شجره بناء على الاعمده اللي انت حددتها. يعني ايه الكلام ده؟ في حالتنا في المثال اللي فات استخدمنا الاسم الاخير وبعدين الاسم الاول، ساعتها الروت نود او نقطه البدايه في الشجره دي بتكون الاسم الاخير وكل الفروع بتاعتها، واللي بنسميها ليف نود هي الاسم الاول. يعني لو عندك واحد اسمه محمد احمد وواحد تاني اسمه محمد ابراهيم، ساعتها محمد هيبقى الروت نود وهيبقى تحتيه خليتين احمد وابراهيم. وانت لما بتدور بترتيب معاكس للاندكس ساعتها الداتابيز هتتجاهل الترتيب ده وهتدور بالاسلوب التقليدي واللي بنسميه تيبل سكان. الكلام ده معناه انك لو جيت كتبت الكويري بالشكل ده في عمليه البحث كده غلط، لان الاندكس متكون بترتيب معين وبيبتدي بالاسم الاخير، وانت هنا بتدور بالاسم الاول، وساعتها الافضل انك تبتدي بالاسم الاخير، وبالتالي هيبقى شكلها كده. طيب لو حبيت تدور على عمودين مع بعض يبقى لازم تكتب الوير بنفس ترتيب الاندكس بالشكل التالي. يعني جيت في جمل، لو المشكله مشكله مساحه خلاص نجيب هارد كبير ورامه عاليه واريح دماغي، ده مفيش ارخص منهم، واحط اندكس على كل الاعمده اللي عندي عشان اخلي البرنامج طلقه. هو احنا عندنا اغلى من العميل؟ تركت مصر وجيت للدول يا عفريت مين؟ خش في حضني ولحمك اخويا. اديك اتسرعت لان في مشكله كبيره جدا معظمنا مش بياخد باله منها، وهي ان الاندكس يؤدي الى بطء عمليه التعديل. يعني ايه؟ دلوقتي رسمنا خريطه للبيانات اللي عندنا ونظمناها وبقى سهل انك تعرف مكان اي حاجه بسرعه، ولكن بعد كده اضطرينا نعدل شويه بيانات زي طبيعه اللي بيحصل في اي داتابيز. ساعتها بقى هتحتاج ترتب البيانات من الاول وتبني نسخه تانية، وبالتالي لو البيانات اللي عندك بتتعدل بشكل مستمر يبقى ساعتها على قد ما تقدر قلل عدد الاندكس اللي هتستخدمها، نتيجه ان عمليه تنظيم البيانات دي بتحصل بشكل مستمر، وبالتالي بيستهلك قدره السي بي يو او المعالج المركزي. ولو السيرفر بيخدم على اكتر من حاجه هيبقى عندك هدر كبير بسبب ان الداتابيز واكله 3/4 قدره السيرفر، ده غير انها هتفلسك، خصوصا لو بتستخدم خدمه كلاود سيرفيس زي AWS، لان الداتابيز بتستمر في بناء نسخ من البيانات دي بشكل متكرر، واحيانا بيحصل اخطاء تؤدي
بتؤدي الى انها مش بتحذف النسخ القديمه، ومع الوقت بتلاحظ ان المساحه بتضيع منك ومش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط. ولو فاكر ان الموضوع ده مش مهم وان الهارد عندك كبير ويشيل كتير، احب اقول لك ان اغلب الداتابيز او قواعد البيانات بتحفظ النسخ دي في الرام، واللي مساحتها محدوده جدا عشان تضمن الوصول ليها بشكل اسرع. ولذلك لازم تبقى حريص انك ما تهدرش مساحه، خصوصا ان في الغالب ايضا احنا بنستخدم سيرفر واحد لقواعد البيانات والاي بي اي واي حاجه تانية. ولحد هنا خلصت حكايتنا، واشوفكم في الحكايه اللي جايه على كودكس لاين، والسلام عليكم.